بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهارده معاكم فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده هنعمل البسكوت الاشكال ده، شكله حلو قوي قوي، ينفع في الشاي، ينفع في حاجات كتير قوي، الولاد ياخدوه في اللانش بوكس بتاعهم. حلو قوي قوي وعجبهم جدا. هنبدأ نقول بسم الله ونقول الطريقة. اول حاجة هجيب طبق او انا هعمل كوباية ونص دقيق. هجيب طبق مثلا او اي حاجة احط فيها الدقيق. حطيت فيها كوبايه ونص دقيق، نفس المج اللي هعاير بيه هيبقى كل المقادير ماشيه بيه. وحطيت عليهم 3 معالق نشا. يبقى كده كوبايه ونص دقيق، 3 معالق نشا وذره ملح ونص معلقه بيكنج باودر. هنقول تاني، كوبايه ونص دقيق عليهم نص 3 معالق نشا. النشا طبعا مهمه جدا جدا، بتخلي البسكوت فيه قرمشه كده حلوه. وذره ملح ونص معلقه بيكنج باودر. تمام، وقلبناهم مع بعض وركناهم على بعض على جنب شويه. وبعد كده جبنا الطبق اللي احنا هنعجن فيه بقى، حطيت فيه نص كوبايه زبده، او لو سمنه يعني زبده او سمنه اللي انت حابه في الاتنين. نص كوبايه زبده وعليها نص كوبايه سكر بودره. نص كوبايه زبده عليها نص كوبايه سكر بودره. هنبدا نضربهم كويس جدا جدا مع بعض لغايه ما يندمجوا ونحس ان لونهم فتح شويه مع بعضيهم. يعني هو لو ضربناه بالمضرب السلك ممكن نعمله بمضرب السلك، بس هياخدوا وقت شويه. انا ضربتهم بالمضرب الكهرباء، بياخد وقت اقل كتير من لما نعملهم بايدينا يعني. بس لو عملناه بالمضرب السلك بايدينا عادي هيتعمل، بس هو ايه، هياخد وقت شويه معانا. المهم ان لازم الزبده والسكر لما نضربهم مع بعض لازم يبقوا لونهم فاتح. هبدا ان انا احط عليهم بيضايه. هبدا بيضه، نحط بيضه عليهم ونحط عليهم حبه فانيليا. لو احنا حابينه بالبرتقال ممكن نحط في الوقت ده قشر برتقال، لكن انا ما حطيتش برتقال ولا حاجه يعني، انا حطيت فانيليا عادي. هنبدا نضرب برضو البيضه مع الفانيليا مع السمنه مع الزبده مع السكر. واهم حاجه ان يكون سكر بودره عشان يدوب بسرعه. هو بصوا، هي طريقته قريبه شويه يعني، قريبه كتير كمان من البيتفور، يعني قريبه كتير قوي قوي من البيتفور. هنبدا ايه، خلاص بدات كده، خلاص لون الخليط لما فتح بقى فاتح. بدات ان انا انزل بكوبايه ونص دقيق. هفضل اقلبهم كده بالسباتيولا. ومش هحط الدقيق كله عشان طبعا في انواع دقيق بتختلف عن التانية. انا هنا حطيت الكوبايه ونص دقيق، وبعد كده طبعا اختبرت العجينه بايدي. انا هسيب السباتيولا دلوقتي وهعجن بايديا. بصوا، هي العجينه لمت شويه بالسباتيولا، بس لما انا همسكها بايدي هلاقيها ملزقه شويه. فطبعا ملزقه شويه دي مش هتمسك في الجهاز اللي انا ايه، البسطامه بتاعت البسكويت. فانا هبدا احط معلقه دقيق، فهي خدت مني كوبايه ونص وثلاث بتاع حوالي 3 معالق كبار. بدات احط يعني واخدين بالكم بالمعلقه كده، حبه صغيرين حبه حبه، بحيث ان انا عايزه العجينه تبقى في نفس الوقت طريه وفي نفس الوقت فكه من ايديا. شايفين كده هي بدات ان العجينه اهي، بختبرها الحمد لله كده ماسكه ومش ملزقه. ممكن في الوقت دون بقى، في الفتره اللي انا زودت فيها ال3 معالق دقيق دول، كنت انا ممكن نقسم العجينه بقى ونعمل جزء بالشوكولاته وجزء ابيض. بس انا المره دي خليتها كلها ابيض، وان شاء الله نبقى اعملها تاني ونبقى ايه، نعملها بالشوكولاته كده. هنا دي معايا اللي هي الجهاز اللي هو البسطامه بتاعت البسكوت دون، بيديله شكل حلو قوي قوي قوي. فهنشوف دلوقتي، واستخدامه سهل. بس اهم حاجة ان احنا نستخدمه، يعني نعمل كرة صغيرة عشان ما تبقاش البسكوتة تخينة. زي ما انتم شايفين كور صغيرة كده، يعني اكبر من حجم يعني قد الليمونة او اصغر من الليمونة شوية. اهم حاجة بقى ان احنا لازم نثبت ايدينا، ما نخليش بصوا بقى لما انا ايدي اتهزت، بصوا البسكوتة طلعت معوجة. لا، انا لازم اخلي الكوره في نص الشكل بالظبط. وايديكي لازم تثبتي بايد الجهاز دون، وبايد التانية تعملي المكبس، عشان لو اتهز تطلع البسكوتيه معوجه، متبقاش شكلها حلو. بدات ان انا هنا اعمل شكل. طبعا انا جربت، هو في 4 اشكال انا جربت، بصوا سهل ازاي. انا عجبني اكتر من ماكينه البيتي فور بصراحه، كانت بتغلبني قوي. فعجبني دون، بصوا الاشكال بتاعته حلوه قوي قوي قوي. بدات ان انا غيرت هنا هو شكل تاني. فانا بصراحه انا هعمل ال4 اشكال. وطبعا الكوبايه ونص دقيق عملوا لي يعني صينيتين ويعني الصينيه الثالثه حطيت فيها كام واحده هوريها لكم دلوقتي.
عايزه اقول لكم ريحته وطعمه كان بصراحه حلو قوي قوي قوي، عجبني جدا. فان شاء الله هنعمله تاني كتير. بس بصوا بقى، انتوا لو عايزينه بالشوكولاته ممكن نعمل الكرة دي، وممكن نحط شوكولاته في النص كده، اللي هي لو نعمل عجينه بالشوكولاته ممكن نعمله نصين. يعني المهم زي ما انت عايزه تعمليه بالشوكولاته كله. المهم ان الشكل ده اصلا الولاد اللي بيعجبهم، يعني الشكل بتاعه بيعجب الولاد قوي قوي قوي. وفعلا هو ده اللي حصل، ان هو عجبهم الشكل اكتر من البسكوت. مع ان البسكوت هوريهولكوا برضو دلوقتي هش من جوه، وفي الشاي بيدوب جدا على فكرة. بس هو زي ما بيقولوا العين بتاكل اكتر من مش عارفة بيقولوا ايه. يعني العين لما بتشوفي الحاجة بتحبيها اكتر. زي ما انتوا شايفين كده، هو شكله اهون. كان شكله حلو قوي قوي بصراحة، وكان طعمه كمان جميل. واتمنى تجربوا الطريقة، هي سهلة جدا جدا والطريقة تعجبكم. ما تنسونيش طبعا في اخر الفيديو من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم في كل فيديو جديد انا بعمله. بصوا كده انا كسرتها. البسكوت طري جدا ومن جواه، بس انا مش عارفة الكاميرا بقى بعدت ليه. او الاضاءه مش مبينه كمان الصوره. بس هو البسكوت طلع هش قوي وبيدوب جدا في الشاي على فكره، مش مكبوس ولا كده، لا لا، بيدوب في الشاي. في ناس بتحبه تخين شويه عن كده لا، بس انا شايفه ان هو لا تخين ولا رفيع، وسط. هو بياخد في الفرن تقريبا اقل من ربع ساعه يعني. 10 دقايق 15 دقيقه اقل يعني كمان. مجرد ان هو بيتحمر من تحت، بروح انا رافعه على الشوايه بس عشان ياخد لون، عشان مش عايزاه يتحرق او يلزق قوي او ينشف قوي. وده الشكل بتاعه النهائي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكله حلو قوي 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 وبيعجب الولاد جدا. آه، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله.